زالا يتدربان بعيدا عن المجموعة خلال تدريبات المنتخب الفرنسي. حالة كريم بنزيما أكثر تعقيدا من فاران. اللاعب كان لديه أحاسيس جيدة بعد التدريبات بالأمس. سيتعين على الجميع متابعة تطورات حالة المهاجم في تدريبات المنتخب اليوم. فينيسيوس: أنت ورودريغو أكثر اللاعبين تعرضا للإخطاء من قبل المنافسين. ماذا يحدث في الملعب؟ يبقى في الملعب، لكن هذا الأمر ذهب بعيدا جدا. يمكنك التدخل بقوة، لكنهم كانوا يستهدفوننا بالتحديد في المبارزات. فينيسيوس: لقد عانينا أنا ورودريغو كثيرا في المباريات الأخيرة قبل التوقف، وكنا نخشى الأسوأ، وهو أن نتعرض للإصابة ونخسر فرصة المشاركة في كأس العالم. عندما تبدأ في أن تكون لاعبا مهما، فإن خصومك يلاحقونك بقوة أكبر، لذلك عليك أن تتعلم كيفية التعامل مع ذلك بشكل حريص. فينيسيوس: لقد تعلمت الكثير من نيمار عندما كان يلعب في برشلونة، لأنه كان يعاني كثيرا أيضا مثل ما يحدث معنا حاليا، تماما مثل كريستيانو عندما كان في ريال مدريد. هذه هي القضية. عندما تكون لاعبا مهما وحاسما، يبدأ الخصوم في استهدافك لمحاولة إيقافك، ولكن مؤخرا لم يكن كذلك. أنا كريم هو من قال لي أن أكون هادئا وأن أطمئن البال، لأنه إذا كان المنافسون يطاردونك ويستهدفونك بشكل خاص، فهذا لأنك لاعب جيد، لأنهم يخافون منك. لهذا السبب عندما آخذ الكرة وأمضي قدما أفعل ذلك بحماس. نعم، يمكنني أن أتسبب في الضرر، لكنني على مستوى التحدي.